هنبدأ إن شاء الله في الدرس اللي قبل الأخير في الفصل الثاني اسمه منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. هنفتكر كده بعض المعلومات اللي خدناها في الدرس اللي فات. إن لو أنا عندي منشور ثلاثي بنيجي نرسم المنشور على هيئة مثلث كده، وبعدين الزاوية اللي فوق دي اسمها زاوية رأس المنشور. فلو في شعاع سقط هينكسر وبعدين هيخرج منكسر بالشكل ده. لو جينا هنا رسمنا عمود مقام وهنا عمود مقام، يبقى ظهر عندي أربع زوايا. الزاوية دي كده اسمها فاي 1، اسمها زاوية السقوط الأولى. دي كده اسمها سيتا 1، اسمها زاوية الانكسار. دي اسمها فاي 2، زاوية السقوط الثانية. دي اسمها سيتا 2، زاوية الخروج. وقلنا إن أول قانون عندنا إن ال A بتساوي الزاويتين اللي جوه، يعني بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2. طيب لو أنا مديت الشعاع الساقط ده على استقامته والشعاع الخارج ده على استقامته، فكده هنحصل على زاوية سميناها الحصة اللي فاتت زاوية الانحراف، اللي هي دي ألفا. وزاوية الانحراف قلنا بتساوي الزاويتين اللي بره، اللي هي فاي 1 زائد سيتا 2، اللي هما الزاويتين دول، ناقص زاوية رأس المنشور. في قانون أخير اللي هو معامل انكسار مادة المنشور. بنقسم ساين اللي بره على اللي جوه، ساين الزاوية اللي في الهواء على ساين الزاوية اللي في الزجاج، يعني ساين فاي 1 على ساين سيتا 1. وينفع نقول بتساوي ساين سيتا 2 على ساين فاي 2. دي القوانين بتاعتها. طيب لو احنا عايزين نرسم علاقة بين الألفا والفاي، مش هنعرف نحدد هل هي علاقة طردية ولا عكسية ولا تزايدية ولا تنافسية إلا لما نعمل تجارب في المعمل. هنجيب زي جهاز ليزر كده ونسقط الشعاع على المنشور فهينكسر ويخرج، فهنجيب زاوية انحراف ونقعد بقى نغير زاوية السقوط لحد ما في كل مرة نجيب زاوية انحراف، وهنبقى عندنا نتائج لزاوية السقوط وزاوية الانحراف. ونرسم رسم بياني بين الألفا اللي هي زاوية الانحراف وفاي 1 اللي هي زاوية السقوط الأولى. وجدوا من التجارب العملية إن الرسمة تطلع كده. الرسمة دي معناها إيه بقى لحد هنا؟ معناها في الأول إن زاوية السقوط صغيرة فزاوية الانحراف كبيرة. كل ما زاوية السقوط بتزيد زاوية الانحراف بتقعد تقل 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 لحد ما تبقى عند قيمة معينة ما تقلش عنها. القيمة دي بقى اسمها ألفا نود، اسمها زاوية النهاية الصغرى للانحراف، اللي هي أقل زاوية انحراف. وعندها زاوية السقوط بنسميها فاي نود، العلامة دي اسمها نود. طب لو أنا زودت زاوية السقوط بقى بعد كده هنلاقي زاوية الانحراف مش بتقل، بدأت إيه؟ تزيد تاني. يبقى دي الرسمة بتاعتنا. يبقى الرسمة دي معناها إيه؟ لو قلنا عايزين نوصفها، كلما قلت زاوية السقوط، كلما زادت زاوية السقوط زادت زاوية السقوط تقل زاوية الانحراف. تقعد تقل 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 لحد ما توصل لأصغر قيمة. أصغر قيمة دي مش بصفر، لها رقم، اسمها زاوية النهاية الصغرى للانحراف. بعد ذلك إذا زادت زاوية السقوط تزداد زاوية الإيه؟ الانحراف. ويبقى كده المنشور لما تكون زاوية انحرافه أصغر ما يمكن بيسموه منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. اسمه إيه؟ منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف. طيب لو عايزين بقى نعرف زاوية النهاية الصغرى للانحراف، هيبقى ده تعريفها. هي أصغر قيمة لزاوية انحراف الشعاع في المنشور. أصغر قيمة لزاوية انحراف الشعاع في المنشور. أو ينفع نقول تعريفها اللي احنا قلناه الحصة اللي فاتت. قلنا تعريف زاوية الانحراف هي الزاوية الحادة المحصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج. هنقول نفس التعريف بس هنضيف قبلها كلمة أقل. يبقى تعريف زاوية النهاية الصغرى انحراف اللي هي رمزها ألفا نود هي أصغر قيمة لزاوية انحراف الشعاع في المنشور. أصغر زاوية انحراف للشعاع في المنشور اسمها ألفا نود، أو اسمها زاوية النهاية الصغرى انحراف. أو هي تعريفها أقل زاوية حادة محصورة بين امتدادي الشعاعين الساقط والخارج من المنشور. طيب ايه شرط عشان نقول ان المنشور في وضع النهايه الصغرى انحراف؟ وجدوا ان لو المنشور في وضع النهايه الصغرى انحراف لازم الزاويتين اللي بره بيساووا بعض. يعني زاويه السقوط الاولى بتساوي زاويه الخروج،
والزاويتين اللي جوه بيساووا بعض، سيتا واحد بتساوي فاي 2. يبقى عشان نقول ان المنشور في وضع النهايه الصوره انحراف لازم تكون زاويه انحرافه اصغر ما يمكن. وفي هذا الوضع وجدوا من التجارب العمليه ان الزاويتين اللي بره بيساووا بعض واللي جوه بيساووا بعض. يعني لو دي مثلا 45 يبقى دي برضو 45. طب لو اللي جوه 30 يبقى دي برضو كام؟ 30. وتبقى طبعا لو انت مركز كده من الحصه اللي فاتت على طول الايه تبقى ب 60، لان الايه مجموع الزاويتين اللي جوه. يبقى المنشور، يعني ايه منشور في وضع النهايه الصوره انحراف؟ هو منشور ثلاثي عادي اللي احنا درسناه، بس احنا قعدنا نغير زاويه السقوط لحد ما حصلنا على اصغر زاويه انحراف. اول ما تلاقي زاويه انحراف اصغر ما يمكن يبقى المنشور ده في وضع النهايه الصوره انحراف، وبالتالي الزاويتين اللي بره بيساوي بعض واللي جوه بيساوي ايه؟ بعض. طيب المنشور بقى لما يكون في وضع النهايه الصغرى للانحراف، زاويتين اللي بره بيساوي بعض واللي جوه بيساوي بعض، ليه استنتاج بقى مهم جدا عايزين نستنتجه مع بعض. ما احنا هنتكلم دلوقتي عن استنتاج ان ده يعني معامل انكسار المنشور، بس بنقول في وضع اسمه وضع النهاية الصغرى للانحراف. افتكر كده ان في المنشور اي استنتاج بنعوزه او بنجيبه من الاستنتاجات او من القوانين اللي احنا استنتجناها. يعني ايه؟ لسه قايلين اذا كان المنشور في وضع النهايه الصغرى انحراف لازم فاي 1 اللي هي زاويه السقوط الاولى بتساوي سيتا 2 تساوي زاويه الخروج، الزاويتين اللي بره بيساوي بعض، سموهم بقى فاي نود. سموا الزاويتين دول فاي نود، كأن الفاي دي اسمها فاي نود والسيتا زيها لانها بتساويها. طب ايه القانون اللي بيربطهم؟ ان الفا يعني زاويه السقوط بتساوي فاي 1 زائد سيتا 2 ناقص ايه. الالفا دي هنسميها الفا نود عشان في وضع نفس الانحراف. الفاي دي اسمها فاي نود. السيتا دي برضو فاي نود عشان هما بيساووا بعض ناقص ايه. هنجمع فاي نود وفاي نود يبقوا 2 فاي نود ناقص ايه. عايز اجيب بقى الفاي نود لوحدها في طرف، هودي ده الناحيه التانيه بعكس الاشاره، يبقى الفا نود زائد ايه هتساوي 2 فاي نود. طب انا عايز فاي نود لوحدها، هقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى في النهايه وصلنا ان فاي نود بتساوي الفا نود زائد ايه على الاثنين. دي كده هنسميها المعادله رقم واحد. طيب في الحاله الثانيه بقى، لسه قايلين برضو المنشور في وضع النهايه الصوره الانحراف يبقى الزاويتين اللي جوه بيساووا بعض، اللي هي زاويه الانكسار وزاويه السقوط الثانيه، هنسميها سيتا نود. طب ايه القانون اللي بيربط بينهم اللي احنا استنتجناه الحصه اللي فاتت؟ الايه بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين. هنشيل سيتا واحد ونحط سيتا نود لانها بتساويها، وفاي اتنين هنسميها برضو سيتا نود. يبقى الايه بتساوي 2 سيتا نود. يبقى اقدر اجيب من هنا سيتا نود بتساوي ايه على الاتنين. دي كده هنسميها المعادله رقم اتنين. طب ما احنا عارفين اصلا ان الان بتساوي ساين فاي على ساين سيتا، بس دي نود ودي نود، فهنشيل بقى فاي نود ونحط قيمتها. يعني هكتب كده ساين افتح قوس الفا نود، بدل فاي نود هتبقى الفا نود زائد ايه على الاتنين على ساين ايه على الاتنين. هنا عشان بس مش نكمل ساين ايه على الاتنين. وما ينفعش طبعا نطير الساين مع الساين، مش عايزين هبل بقى، ولا نقول مثلا هنطير الايه مع الايه عشان دي مجموعه، ولا الاثنين مع الاثنين. يبقى ده القانون بتاعنا اسمه قانون معامل انكسار المنشور في وضع النهايه الصغرى انحراف. تعال نكتبه هنا بقى، ان بتساوي ساين الفا نود زائد ايه على الاثنين على ساين ايه على الاثنين. ده القانون الاساسي للمنشور في وضع النهايه الصغرى انحراف. ده بنستخدمه لما يقول لي ان المنشور في وضع نفسه انحراف، او يقول لي ان الزاويتين اللي بره بيساوي بعض او اللي جوه بيساوي بعض، وده الاستنتاج بقى.
ممكن تبقى تراجعوه تاني كده وتظبطوا الدنيا، يعني ده استنتاج القانون. طيب، يبقى احنا كده استنتجنا ان القانون، ان المنشور عشان نسميه في وضع النهايه الصغرى للانحراف، عرفنا كده ثلاث معلومات عامه. رقم واحد، ان زاويه انحرافه اصغر ما يمكن. اتنين، الزاويتين اللي بره بيساووا بعض واللي جوه بيساووا بعض، اتنين وتلاته مع بعض. طيب، عندنا علاقه بقى مهمه جدا. احنا عارفين ان في اي منشور الاي بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2، سواء بقى منشور عادي او في وضع نهاية الصوره الانحراف. الاي في المنشور بتبقى ثابته، ما بتتغيرش الا لما اغير المنشور بمنشور تاني. يعني مثلا لو الاي ب 60، يبقى دي ما بتتغيرش. ممكن دي تزيد ودي تقل، لكن الاي ثابته. مثلا لو السيتا 1 ب 30، يبقى لازم الفاي 2 ب 30. طب افرض انا غيرت السيتا 1 خليتها 40، لازم الفاي 2 تقل تبقى 20 عشان تبقى دي كام؟ 60. افرض دي مثلا خليناها 10، يبقى لازم التانية تكون 50 عشان يبقى مجموعهم كام؟ 60. هنلاحظ بقى ان سيتا 1 لما تزيد بمقدار، الفاي 2 تقل بنفس المقدار. العلاقة دي بقى بيسموها علاقة تناقصية. طب عايزين نعرف شكل العلاقة، وعايزين نعرف شوية معلومات عنها. هنفترض كده شوية أرقام ونشتغل عليها. لو أنا مثلا عندي منشور وليكن زاوية رأسه 60، ودي هنسميها سيتا 1 ودي هنسميها فاي 2. هنفترض إن دي صفر، بعد كده بقت 10، بعد كده 20، بعد كده 30، بعد كده 40، 50، 60. احنا طالما الاي 60 يبقى لازم مجموع دول 60، يبقى صفر زائد كام يدينا 60؟ 60. 10 زائد كام؟ 50 يدينا 60. 20 زائد 40 60. 30 زائد 30 40 زائد 20. 50 زائد 10 60 زائد صفر. طيب عايزين نمثل بقى اللي احنا عملناه ده في رسم بياني. عايزين نمثل ده في رسم بياني. لو جينا بقى نبص كده على الرسم ده. ماشي. هنفترض بقى هنا ان دي كده اسمها فاي 2، ودي كده اسمها سيتا 1. نحط شوية ارقام اللي احنا طلعناها من الجدول. يعني هنفترض ان ده صفر، وده كام؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60. وهنا نفس الكلام 10، 20، 30، 40، 50، 60. طيب الصفر، يلا بقى نرسم. الصفر لما كان سيتا واحد بصفر الفاي كانت ب 60. العشرة كانت دي بكام؟ ب 50. العشرين كانت دي بكام؟ ب 40 اهي. التلاتين كانت دي بكام؟ ب 30 تقريبا يعني. الأربعين كانت دي بكام؟ ب 20. الخمسين كانت دي بكام؟ ب 10. الستين كانت دي بصفر. لو احنا معانا مسطرة ووصلناهم كده ببعض، هيطلعوا خط مستقيم. طبعا احنا بنرسم بالمسطرة، بس هي المفروض الرسم خط ايه؟ مستقيم. طب الخط المستقيم ده بقى اسمها علاقة ايه؟ دي بقى تناقصية. عندنا بقى شوية معلومات مهمة جدا من العلاقة دي. أول معلومة إن هو ممكن يسمي لي النقطة دي مثلا إكس، والنقطة دي مثلا واي، والنقطة دي زد. الإكس دي بعرف عنها معلومتين. أول معلومة، عند النقطة ديت السيتا 1 بصفر أهي. يبقى لو إحنا عوضنا في القانون المفروض الإيه بتساوي سيتا 1 زائد فاي 2، دي بصفر، يبقى الإيه هتساوي فاي 2.
طب من الحصة اللي فاتت بقى، امتى ال A تساوي فاي 2؟ ال A بتساوي فاي 2 لو كانت الرسمة كده. لو كانت الرسمة كده، لو الشعاع سقط عمودي، أول ما الشعاع يسقط عمودي يبقى ال A بتساوي فاي 2. يبقى ال A بتساوي فاي 2 عند النقطة دي، يبقى معناها سقط الشعاع عمودي. طب عند النقطة Z معناها إن الفاي 2 هي اللي بصفر، الصاد هو اللي بصفر. يعني لو جينا عوضنا في القانون وشلنا فاي 2 يبقى ال A هتساوي سيتا واحد. طب امتى تساوي الايه سيتا واحد؟ لما الشعاع يخرج عمودي. يعني الرسمة هتبقى كده، الشعاع سقط عادي، لكن لما جه يخرج خرج عمودي. في الحالة ديت الايه هتساوي سيتا 1، ودي طبعا اسمها فاي 1. طيب النقطة واي بقى، النقطة واي دي تمثل وضع النهاية الصغرى للانحراف. ليه النقطة واي تمثل وضع النهاية الصغرى للانحراف؟ نقطة واي تمثل وضع النهاية الصغرى للانحراف. اشمعنى؟ لأن عندها ديت اللي هي فاي 2 ب 30، ودي برضه ب 30. واحنا قلنا عند وضع النهاية الصغرى للانحراف المفروض إن سيتا واحد بتساوي فاي إيه؟ 2. يبقى أنا عندي في الرسمة دي ثلاث نقط مهمين جدا. عند الإكس الإيه بتساوي فاي 2 والشعاع ساقط عمودي. عند الزد الاي بتساوي سيتا واحد والشعاع خرج عمودي. عند النقطة واي لأنها في المنتصف دي تمثل وضع النهاية الصغرى للانحراف، يعني الشعاع زاوية انحرافه أقل ما يمكن. ليه؟ لأن السيتا 1 بتساوي فاي 2. طيب كده يبقى احنا اتكلمنا عن المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، واتكلمنا عن بعض العلاقات البيانية، وقلنا إن المنشور ليه معامل انكسار واستنتجناه، وقلنا إن الزاويتين اللي بره بيساوي بعض واللي جوه بيساوي بعض. معلومة كمان بقى بالمرة عشان يبقى خلصنا كده شرح الدرس النظري، إن المنشور لما يكون في وضع النهاية الصغرى للانحراف بيستخدم في تحليل الضوء إلى 7 ألوان. يبقى المنشور مش في أي وضع، لازم في وضع النهاية الصغرى للانحراف بيحلل الضوء لسبع ألوان تسمى ألوان الطيف. طب ليه؟ ليه المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف بيحلل الضوء ل7 ألوان؟ تعال نفتكر القانون اللي استنتجناه، ال N بتساوي بتاع المنشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف بتساوي ساين ألفا نوت زائد على 2 على ساين على 2. كل منشور ال بتاعته ثابتة. طالما ال ثابتة، ده في البسط وده في البسط، يبقى ال N طردي مع ألفا نوت أو زيه. يعني لو عندي لون معامل انكساره كبير يبقى زاوية انحرافه كبيرة. وخدنا من الانكسار إن ال N واللمبة علاقة عكسية. من القانون ده ال N كانت بتساوي سي على في، والفي طردي مع اللمبة، السي دي ثابتة. فمعامل الانكسار والطول الموجي علاقة عكسية. فالضوء اللي معامل انكساره أكبر طول الموجي أقل. يعني إيه؟ مثلا لو عندنا منشور، هنفترض إن ده المنشور أهو، وفي ضوء سقط عليه أبيض. هنتخيل بقى إن اللون ده هو أبيض، أي لون، وليكن الأسود ده هو اللون الأبيض. ده ضوء أبيض، يبقى ده ضوء أبيض. الضوء الابيض اصلا مكون من 7 الوان اللي هم احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. كل ضوء ليه طول موجي مختلف عن التاني. فاكيد كل ضوء لما يجي يسقط على المنشور هيسقط من الهواء للزجاج هينكسر بطريقه غير التاني. فاكيد كل لون هيبقى ليه معامل انكسار مختلف، وبالتالي يكون ليه زاويه انحراف مختلفه. يعني الضوء الابيض لما يسقط على المنشور هيبدا يتحلل. كان المفروض الضوء يمشي على استقامته. يعني كان المفروض الضوء الابيض كده
يكمل على استقامته كده. ولكن ايه اللي هيحصل؟ هيجي بقى يتحلل الى 7 الوان. هتلاقي في ضوء احمر سقط، اتحلل يعني. وبعد كده في عندنا ضوء برتقالي كده. وبعد كده في عندنا ضوء اصفر. وبعد كده في عندنا ضوء اخضر. وبعد كده في عندنا ضوء ازرق. وبعد كده في عندنا ضوء نيلي مثلا وليكن ده. وفي بعد كده عندنا ضوء بنفسجي. يعني ممكن نقول ده بنفسجي ولا ده مثلا. وطبعا بيخرجوا الناحيه التانيه، بس ركز ان هو بيتحللوا اول ما يدخلوا جوه المنشور، عشان دي اسئله هتفرق معانا. وبعدين بقى بيخرجوا كده يعني، بس احنا مش لازم نكمل الرسم. ممكن نكمل اول واحد واخر واحد. طيب يبقى لما يقول لك ليه الضوء الابيض لما يسقط على المنشور بيتحل 7 الوان، الاجابه هي لان الضوء الابيض مكون من 7 الوان، لكل لون طول موجي مختلف، فيكون لكل لون معامل انكسار مختلف، فيكون لكل لون زاويه انحراف مختلفه. طيب مهم بقى نعرف الحاجات اللي جايه ديت، ان الضوء الاحمر، الضوء الاحمر بعرف عنه شويه معلومات. ايه هي معلومات الضوء الاحمر؟ رقم واحد، الضوء الاحمر بعرف عنه 6 معلومات. اول معلومه دي عارفينها من درس الانكسار، ان هو اكبر طول موجي، وطالما اكبر طول موجي يبقى اقل تردد. طب بص هنا بقى على العلاقه دي، العلاقه دي مهمه جدا. طالما اكبر طول موجي، نمسح ده بس عشان ما نتلخبطش. الضوء الاحمر طالما اكبر طول موجي يبقى اقل معامل انكسار، يبقى ليه اقل معامل انكسار، يعني اقل واحد انكسر، وبالتالي ليه اقل زاويه انحراف. أهو، اقل زاويه انحراف. ازاي يا استاذ؟ يعني مثلا لو تخيلت ان ده الضوء الابيض والضوء الاحمر خرج كده اهو، دي اقل زاويه انحراف للضوء الاحمر. كان المفروض الضوء الابيض يمشي على استقامته كده انحرف. طب لو انا بقى عندي ضوء مثلا بنفسجي، هتلاقي ده الضوء البنفسجي، فده ليه اكبر زاويه انحراف. يبقى الضوء الاحمر اكبر طول موجي، اقل تردد عشان العلاقه عكسيه، اقل ان لان العلاقه بين اللمبه والان علاقه عكسيه، اقل زاويه انحراف، اقرب الالوان لراس المنشور. اهو ده راس المنشور اهي، فده اقرب واحد ليه. وطبعا زمان قلنا ان الزاويه الحرجه، الدرس بتاعنا الانعكاس الكلي طردي مع اللمبه، يبقى هو بالمره بقى اكبر زاويه حرجه. يبقى دول 6 معلومات. البنفسجي العكس، البنفسجي عكس ده هيبقى ايه؟ البنفسجي وانا نازل بقى تحت الكلام ده بيحصل يعني. يعني وانا نازل تحت هتلاقي الاحمر كان اكبر طول موجي، يبقى مثلا الازرق اقل طول موجي من الاحمر، البنفسجي كذلك اقل لمبه، وطالما اقل لمبه يبقى اكبر تردد، واقل اكبر تردد يبقى اكبر معامل انكسار، واكبر زاويه انحراف. يبقى في 3 زي بعض، تردد ومعامل انكسار وزاويه انحراف، وابعادهم عن راس المنشور، واقل زاويه حرجه. يبقى المعلومات دي مهمه جدا جدا عن تحليل الضوء بواسطه الايه؟ المنشور. مش اي منشور بيحلل الضوء، لازم المنشور اللي يحلل الضوء يكون في وضع النهايه الصغرى للانحراف. تعال نقول مع بعض بقى افكار المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف. طبعا لو المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف لازم اعرف عنه شويه معلومات، والمعلومات دي هتفرق معانا قوي في الاسئله. رقم واحد، ان زاويه انحرافه اقل ما يمكن. اول ما يقول لي منشور زاويه انحرافه اقل ما يمكن، يبقى ده في وضع النهايه الصغرى للانحراف. اتنين، ان الزاويتين اللي بره بيساوي بعض، يعني فاي 1 هي زاويه السقوط بتساوي سيتا 2 اللي هي بتساوي زاويه الخروج، بتساوي فاي نود. وفي الاستنتاج قلنا فاي نود بتساوي الفا نود زائد ايه على الاثنين. يعني في المسائل لو قال لك احسب زاويه السقوط هتقول بتساوي زاويه النهايه سور الانحراف زائد زاويه راس المنشور على الاثنين. عايز زاويه الخروج هي هي. طيب المعلومه الثالثه،
إن لو عايزين زاوية الانكسار هي بتساوي زاوية السقوط التانية، في الاستنتاج قلنا بنسميها سيتا نود، ولما جينا نجيب سيتا نود بتساوي إيه على الاتنين. يبقى لو قال في المسألة عايزين زاوية الانكسار أو زاوية السقوط التانية بتساوي إيه على الاتنين، وبالتالي بقى لو قال لي مثلا في سؤال عايزين ساين فاي 1 على ساين سيتا 1، النسبة بين جيب زاوية السقوط إلى جيب زاوية الخروج، الإجابة هتساوي واحد على واحد لأن هما أصلا بيساووا بعض. ولو قال برضو ساين سيتا 1 على ساين فاي 2 أو سيتا 1 نفسها على فاي 2 نفسها، يبقى الإجابة واحد على واحد لأن هما متساويين. الحاجة رقم أربعة، لو أنا عندي بقى عايز أجيب معامل الانكسار يبقى هيساوي ساين ألفا نود زائد إيه على الاتنين على ساين إيه على الاتنين. يبقى القانون ده بنستخدمه لما يكون المنشور في وضع النهاية الصورة الانحراف. رقم خمسة، افرض المنشور محطوط في سائل، بنعوض بالقانون ده إن منشور على إن سائل بيساوي ساين الكسر اللي هو بتاعنا ألفا نود زائد إيه على الاتنين على ساين إيه على الاتنين. مش إحنا كان في قانون زمان كده اسمه قانون سنيل كان بيقول إيه؟ إن في ساين فاي بيساوي إن في ساين ثيتا. الان هو الضوء لو المنشور محطوط في سائل هيبقى جاي من السائل، يبقى ان سائل في ساين فاي سميها فاي نود بيساوي ان منشور في ساين سيتا نود. فلو قسمنا ان منشور على ان سائل، يعني ان منشور في البسط على ان سائل، هيساوي ساين فاي على ساين سيتا، والفاي اهي اللي هي الفا نود زائد ايه على 2، والسيتا اللي هي ايه على 2. يبقى دي كده افكار المنشور في وضع الناس صور الانحراف. في حاجه كمان بالمره عشان لما يقولها، رقم 6، ممكن يقول لي في المسائل إن الشعاع المنكسر موازي للقاعدة في حالة إن المنشور متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع. أول ما يقول إن المنشور الشعاع فيه المنكسر موازي للقاعدة والمنشور ده متساوي الساقين أو متساوي الأضلاع، يبقى الزاويتين اللي جوه بيساوي بعض والزاويتين اللي بره بيساوي بعض. يبقى في الحالة ديت المنشور في وضع نهاية الصورة انحراف. يبقى دول الست حاجات اللي عايز أركز عليهم لما يكون المنشور في وضع نهاية الصورة انحراف، مع بقى الحاجة اللي احنا قلناها إن أنا عندي معامل الانكسار يتناسب عكسيا مع الطول الموجي ويتناسب طرديا مع زاوية الانحراف. يعني مثلا اللون الأحمر أكبر طول موجي يبقى أقل معامل انكسار وأقل زاوية انحراف. دي الملاحظات المهمة جدا جدا على المنشور في وضع نهاية الصورة الانحراف. يلا نحل بعد. أول سؤال بيقول لي ماذا يحدث عند سقوط ضوء أبيض على منشور ثلاثي في وضع النهاية الصورة الانحراف؟ قلنا لما الضوء الأبيض يسقط على منشور في وضع النهاية الصورة الانحراف يتحلل إلى 7 ألوان تسمى ألوان الطيف. طب لو قال لي ماذا؟ الإجابة لأن قلنا إن الضوء الأبيض أصلا مكون من 7 ألوان، كل لون ليه طول موجي مختلف عن الآخر، فبالتالي كل لون هينكسر بزاوية مختلفة عن الآخر، وبالتالي كل لون زاوية انحراف مختلفة فيخرجوا متفرقين. ماذا يحدث عند تساوي زاوية سقوط الشعاع مع زاوية الخروج؟ طالما زاوية السقوط بتساوي زاوية الخروج يبقى المنشور ده في وضع النهاية الصغرى للانحراف. متى تكون زاوية رأس المنشور بتساوي الزاوية الحرجة؟ إمتى زاوية رأس المنشور بتساوي الزاوية الحرجة؟ لو الرسمة كده، يعني الشعاع خرج من ماس يبقى الإيه هتساوي فاي سي. أول ما الشعاع يخرج من ماس يبقى كده زاوية رأس المنشور بتساوي الزاوية الحرجة. السؤال اللي بعده بيقول لي فسر متوازي المستطيلات لا يحلل الضوء الأبيض إلى 7 ألوان. ليه متوازي المستطيلات لا يحلل الضوء إلى 7 ألوان؟ لأن متوازي المستطيلات لما نيجي نرسم مثلا وجه منه هيبقى بالشكل ده.
هيبقى واخد الوضع ده. ممكن أقسمه إلى منشورين متعاكسين كده، ده زاوية رأس المنشور الأول وده زاوية رأس المنشور الثاني. ففي منشور لما الضوء بيسقط عليه المفروض بيتحلل. لو الضوء سقط على المنشور بيتحلل إلى 7 ألوان. دي رسمة كده مختصرة. المنشور التاني بقى لأنه متعاكس معاه فبيجمع الألوان تاني ويخرج ضوء أبيض. يبقى لما يقول ليه المتوازي المستطيل هيحلل الضوء الأبيض 7 ألوان، لأنه يعتبر منشوران متعاكسان، أحدهما يحلل الضوء والآخر يجمعه، فالانحراف الأول بيلغي الانحراف التاني. الضوء الأحمر أقل الألوان انحرافا لأن زاوية الانحراف قلنا بتتناسب طرديا مع معامل الانكسار، ومعامل الانكسار عكسيا مع الطول الموجي. فنقول لأن الطول الموجي أكبر الألوان، الضوء الأحمر أكبر الألوان في الطول الموجي، يبقى أقل معامل انكسار يبقى أقل زاوية انحراف. والعكس البنفسجي، الضوء البنفسجي أكبرهم انحرافا لأنه أقل طول موجي، وبالتالي أكبر معامل انكسار، وبالتالي أكبر زاوية انحراف. عند سقوط ضوء ابيض يتحلل 7 الوان لسه قايلين، لان الضوء الابيض ضوء مركب من 7 الوان، لكل لون طول موجي مختلف، فيكون لكل لون معامل انكسار مختلف، فيكون لكل لون زاويه انحراف مختلفه. السؤال اللي بعده س 8 بيقول لي في الشكل عند زياده الطول الموجي للضوء الساقط في وضع نهايه سور الانحراف، فان زاويه نهايه سور الانحراف لسه قايلين ان زاويه نهايه سور الانحراف تتناسب عكسيا مع الطول الموجي. فلما ازود الطول الموجي زاويه نهايه سور الانحراف اللي يحصل لها تقل. النسبة من معامل انكسار اللون البنفسجي إلى معامل انكسار الضوء الأحمر، البنفسجي معامل انكساره أكبر لأن طول الموجي أقل. النسبة بين زاوية السقوط الأولى اللي هي فاي 1 وزاوية الانكسار الثانية في المنشور الثلاثي في وضع النهاية الصغرى للانحراف، زاوية الانكسار الثانية اللي هو قصده بيها زاوية الخروج. طب ما احنا لسه قايلين ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الخروج في المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف، يبقى النسبه بينهم بتساوي الواحد الصحيح. السؤال اللي بعده بيقول لي النسبة بين زاوية السقوط الثانية إلى زاوية الانكسار الأولى، زاوية السقوط الثانية إلى زاوية الانكسار الأولى المفروض برضو بيساوي بعض في المنشور، يبقى النسبة بينهم يعني لو قسمتهم على بعض هيطلع الناتج بيساوي واحد الصحيح. النت بس معلش فاصل هنكمل بقى ماشي. تمام. طيب السؤال تاني بيقول منشور زاوية رأسه 45، ده دي الإيه وده الإن، عايز زاوية السقوط. ممكن أجيب الإن من القانون ده اللي هي ساين فاي نود على ساين سيتا نود. افتكر بقى ان السيتا نود لما كنا بنستنتج كانت بتساوي ايه على الاثنين. طب ما هي الايه اصلا ب 45، يبقى السيتا نود 45 على الاثنين، الان بواحد وستة من عشرة، هتساوي ساين فاي نود اللي هي زاوية السقوط على فكرة في وضع الناس والانحراف على ساين 45 على الاثنين، ونعمل شيفت ساين وجبنا كده فاي نود، تبقى الفاي نود هتطلع 37 و6 من عشرة. وممكن استخدم القانون الاساسي اللي هي ان بتساوي ساين الفا نوت زائد ايه على الاثنين على ساين ايه على الاثنين، واعوض عن الايه ب 45 والايه هنا برضو ب 45 والان بواحد وستة من عشرة، واعمل بقى مقصات واجيب زاويه الفا، وبعد ما اجيب زاويه الفا اللي فوق دي كلها هي زاويه السقوط هيطلع برضو 37 و6 من عشرة. السؤال اللي بعده سقط شعاع ضوئي على منشور متساوي الاضلاع يعني كل زاويه 60. طبعا اللي تهمنا اكتر الايه زاويه راس المنشور في وضع النهايه الصغرى للانحراف. الجمله دي معناها ان الزاويتين اللي جوه بيساوي بعض، يعني سيتا واحد بتساوي في 2 واللي بره كذلك. هو عايز زاويه السقوط الثانيه، زاويه السقوط الثانيه بتساوي زاويه الانكسار الاولى بتساوي زاويه راس المنشور على الاثنين، يعني هتساوي 60 على الاثنين تطلع الاجابه 30. هو بمجرد النظر طالما دي 60 ودول بيساوي بعض يبقى دي 30 ودي 30، اي واحده فيهم اللي هي زاويه السقوط الثانيه هتبقى 30. السؤال اللي بعده
س 14 الشكل المقابل يوضح منشور في وضع النهاية الصغرى للانحراف، وزاوية انحرافه في هذا الوضع ب 30 درجة، يبقى ألفا نوت ب 30 درجة. عايز زاوية رأس المنشور. قلنا الرسمة دي لسه شارحينها من شوية، إن النقطة دي إكس دي يبقى دي اسمها زاوية رأس المنشور، واللي تحت برضه دي زاوية رأس المنشور. يبقى زاوية رأس المنشور بكام؟ ب 60. يبقى ال A ب 60. معلش ممكن تكون واحدة ثانية. الاي ب 60، يبقى احنا كده جبنا الاي ب 60. عايز زاويه الخروج. قلنا زاويه السقوط الاولى بتساوي زاويه الخروج بتساوي الكسر اللي في القانون اللي فوق، يعني بتساوي الفا نوت زائد اي على الاثنين. طب ما هي الفا نوت ب 30 والاي ب 60 على الاثنين تطلع 45. عايز معامل انكسار مادة المنشور. معامل انكسار مادة المنشور ساين الفا نوت زائد اي على الاثنين على ساين اي على الاثنين. يعني هنقول ساين 30 زائد 60 على الاتنين على ساين 60 على الاتنين، بس جوه قوس تطلع الإجابة جذر 2. يبقى الإجابة الصح آخر واحدة. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل عايزين قيمة زاوية رأس المنشور ومعامل انكسار مادته. عايز إيه وعايز إيه؟ أول حاجة لازم أبص كده على الرسمة، ألاقي إن في الرسمة ديت بيقول لي في الشكل المقابل عايز إيه. في الشكل المقابل عايز زاوية رأس المنشور اللي هي إيه، وعايز معامل انكسار ماده المنشور. اول حاجه لازم اعرف الرسمه دي ايه المعطيات اللي مديها لي. اقل زاويه انحراف دي اسمها الفا نود، وعندها زاويه السقوط اسمها فاي نود. عايزين زاويه راس المنشور، ينفع نجيبها من فاي نود. قلنا زاويه السقوط او زاويه الخروج بتساوي الفا نود زائد ايه على الاثنين. الفاي نود ب 60، الالفا ب 40، الاي على 2. هعمل مقص، يبقى 2 في 60 ب 120 هتساوي 40 زائد ايه. اودي الناحية التانية بعكس الإشارة تطلع الايه ب 80. طيب رقم 2 عايز معامل انكسار مادة المنشور. معامل انكسار مادة المنشور ينفع نقول ساين ألفا نود زائد ايه على الاتنين. معانا ألفا نود ومعانا الايه والاتنين على ساين ايه على الاتنين، وينفع نقول ساين فاي نود على ساين سيتا نود. الفاي نود احنا جبناها بكام؟ ب 60، يبقى ساين 60 على ساين سيتا نود، وسيتا نود دي بتساوي ايه على الاثنين. اللي جبناها ب 80 يبقى ساين 80 على 2 على ساين 40. تطلع الاجابه 1 و35 بالتقريب. يبقى الاجابه الصح دي. او ممكن نجيبها بالقانون العادي اللي هو ان بتساوي ساين الفا نود زائد ايه على الاثنين على ساين ايه على الاثنين. ونعوض بقى ديت ب 40 اهي من الرسمه، والايه ب 80 ودي برضو ب 80. تطلع الاجابه برضو 1 بالتقريب و35. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي س 16 هل المنشور المقابل، بيقول لا مش هل، بيقول لي المنشور المقابل متساوي الاضلاع. يعني دي ب 60 ودي ب 60 ودي ب 60. هل المنشور في وضع الناس والانحراف؟ طبعا هو ايه اللي ده بيساوي ده، يبقى ودي 120 يبقى دي اكيد 30 ودي 30، مش متساويين. المثلث الصغير ده طالما اللي جوه بيساوي بعض يبقى المنشور نعم في وضع الناس والانحراف. ليه؟ لان سيتا 1 بتساوي فاي 2. الزاويه اللي جوه بيساوي بعض. احسب زاويه راس المنشور، ما احنا جبناها ب 60 لانه قال متساوي الاضلاع اصلا. ما قيمه سيتا 1 وفاي 2؟ لسه قايلين كل واحده بكام؟ ب 30. وعايز الزاويه اللي جوه. سؤال 17 يقول لي في الشكل المقابل منشور متساوي الاضلاع.
يبقى دي برضو ب60 ودي ب60 ودي ب60. وطالما اللي جوه بيساوي بعض يبقى المنشور في وضع ناقص صغر انحراف. ليه المنشور في وضع ناقص صغر انحراف؟ لأن سيتا 1 بتساوي فاي 2. عايزين زاوية رأس المنشور، لسه قايلين ب60. عايزين العلاقة بين زاوية السقوط الأولى وزاوية الخروج بيساووا بعض، لأن المنشور في وضع النهاية في صغر الانحراف. كل دي حاجات من فهمنا للدرس. مم. السؤال اللي بعده، س 18 الزاوية التي يسقط بها شعاع على وجه منشور ثلاثي، يعني عايز فاي 1 زاوية السقوط. زاوية رأسه 60 من انكساره يبقى جذر 3 لكي تكون زاوية الانحراف أقل من يمكن، يعني عايز زاوية السقوط في وضع النهاية صورة انحراف. قلنا زاوية السقوط أو الخروج بتساوي ألفا نوت زائد إيه على الاتنين. على الاتنين معلش. طب ما أنا معايا إيه بس معيش ألفا نوت، ممكن أجيبها من إن. وممكن أقول إيه إن إن أحسن، يعني بتساوي أسرع، بتساوي ساين فاي نوت على ساين سيتا نوت. ركز بقى، ال N بجذر 3، ساين فاي نود مش معايا، انا عايزها اصلا، ما فاي نود هي زاويه السقوط. سيتا نود دائما في الدرس ده زاويه الانكسار بتساوي زاويه راس المنشور على الاثنين، يعني هتساوي 60 على الاثنين اللي هي ساين 30. وساين 30 بنص، نص في جذر 3 على الاثنين، ونعمل شيفت ساين تطلع الفاي دي ب 60 درجه. اكبر زاويه خروج من منشور معامل انكسار واحد ونص، دائما اكبر زاويه خروج او اكبر زاويه انكسار لما تكون الزاويه 90، ده لما الشعاع يخرج بماس. ماشي، اكبر زاويه سقوط لو الاكبر زاويه خروج يبقى 90 درجه، لكن لو عايز اكبر زاويه سقوط يبقى نجيب الزاويه الحرجه. س 20 نركز بقى، بيقول في الشكل مقابل منشور متساوي الاضلاع، يعني دي ب 60 ودي ب 60 ودي ب 60. معامل انكسار مادته واحد ونص، دي حاجه ناقصه كده. منغمر في سائل هنا معامل انكسار السائل N، ويسقط عليه شعاع ضوئي ويخرج مماس. معنى الشعاع خرج مماس يعني دي 90 درجة، واللي جوه دي اسمها الزاوية الحرجة. وعلى فكرة الزاوية الحرجة هنا هتساوي زاوية رأس المنشور اللي هي 60، لأنه ساقط عمودي، يعني الزاوية دي بصفر. الشعاع يسقط عمودي يبقى دي بتساوي دي، إيه بتساوي فاي سي. طيب عايز معامل انكسار السائل، احنا قلنا الزاوية الحرجة بتساوي لو في معاملين انكسار ان الاقل كثافه على ان الاكبر كثافه. ان للسائل على ان للزجاج او زجاج المنشور. دائما الان اللي موجود فيها الزاويه الحرجه اللي هي بتاعت المنشور بتبقى اكبر كثافه. يبقى ساين 60 هتساوي ان سائل اللي انا عايزها على واحد ونص، ونعمل مقص ونجيب ان سائل عن طريق واحد ونص في ساين كام؟ واحد ونص في ساين 60. يبقى واحد ونص في ساين 60 تطلع واحد وتلاتة من عشرة بالتقريب. يبقى الإن كده واحد وتلاتة من عشرة. عايز زاوية انحراف الشعاع. زاوية انحراف الشعاع ألفا قلنا بتساوي اللي بره ناقص اللي جوه. طب اللي بره مفيش غير زاوية واحدة، مفيش غير زاوية واحدة اللي هي سيتا 2 اللي هي 90، والإيه ب 60. الألفا بتساوي اللي بره ناقص الإيه، يعني هتساوي 90 ناقص 60 تطلع 30. وممكن بقى أجيبها بالرسمة من مجرد النظر كده، ركز. الشعاع ده المفروض هيمشي على استقامته كده. هو انحرف بالزاوية دي. طب دي بكام؟ مش دي لسه قايلها ب 60، يبقى اللي قصادها دي ب 60، ودي كلها ب 90، دي 60 يبقى دي 30 برضه. يبقى زاوية الانحراف يا إما بالقانون 30 يا إما من الرسمة 30. س 21 بيقول الرسم البياني، الرسم مبين منشور معامل انكساره 1.8 ده ان.
عايز عادل الانعكاسات داخل المنشور. نركز بقى، طبعا دي زاويه الراس في المنشور. طالما الشعاع ساقط عمودي هيكمل على استقامته. اول ما الشعاع ساقط عمودي هيكمل على استقامته، هنيجي هنا بقى نرسم عمود. وعشان نعرف ايه اللي هيحصل للشعاع لازم نجيب الزاويه الحرجه. ساين الزاويه الحرجه بيساوي 1/n، يعني 1/1.8. يبقى نقول بقى شيفت ساين 1/1.8. تطلع الزاوية الحرجة ب33.74 درجة. طب الزاوية دي كام؟ دي ب36، أكبر من الزاوية الحرجة، فالشعاع هينعكس انعكاس كلي كده. يعني دي برضه هتبقى 36. طب واللي جنبها كام؟ دي بقية ال90 بقى، ما هو ده عمود. يبقى نقول 90 ناقص 36، تطلع الزاوية اللي جوه دي ب54 درجة. طيب دي 54 ودي 72، تطلع الزاوية ديت الاثنين دول 126، نطرحهم من 180 يبقى الزاوية 54. بس نظبط الرسمة تاني كده. الشعاع هينعكس انعكاس كلي، هنعكسه كده معلش. دي تبقى 36، دي تبقى 54، ديت اللي جوه ديت 54 برضه. هنرسم هنا عمود عشان نشوف الزاوية دي كام. الزاوية اللي جوه دي كام؟ ده هنقول 90 ناقص 54، 90 ناقص 54 تطلع 36. طب ما هو طالما دي 36 يبقى الشعاع هينعكس انعكاس كلي برضه، تبقى دي 36، تبقى 36 36، واللي جنبها تبقى 54. طيب بعد كده 54 و72 تبقى دي برضه 54. هنرسم عمود تبقى دي 36، فينعكس تاني. كده انعكس كام مرة بقى؟ واحد، اتنين، تلاتة. آه، ماشي. بعد كده هتبقى دي 36، ودي هتبقى 54 ودي 36، هتبقى دي 90، فيخرج عمودي كده، يبقى انعكس واحد اتنين تلاتة. هي رخمة بس شوية، لو في وقت نعيدها تاني. عايز قيمة زاوية السقوط التانية. طبعا زاوية السقوط التانية قلنا ب36، اللي هو سقط عليها في الأول دي ده. السؤال اللي بعده. س 22 بيقول منشور ثلاثي متساوي الأضلاع. يبقى دي 60 60 60. زاوية النهاية الصورة الانحراف فيه ألفا نوت ب60. عند سقوط شعاع ضوئي فإن معامل انكساره طبعا الشعاع لما يسقط هينكسر وهيهبط. يبقى دي 30 ودي 30، عشان هو متساوي الأضلاع وهو فرض النهاية الصورة الانحراف يبقى دي بتساوي دي. عايزين معامل انكسار مادة المنشور. عشان نجيب معامل انكسار مادة المنشور هنقول ساين ألفا نوت زائد A على الاتنين على ساين A على الاتنين. يبقى هتساوي ساين 60 زائد ال A برضه 60 على الاتنين على ساين 60 على الاتنين. يعني فوق ادينا ساين 120 على 2 ساين 60 اللي هي بجذر 3 على الاتنين على نص. هنا جذر 3، يبقى الإجابة الصح جذر 3.